ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وبسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جمعة مباركة يا رب كده على أمة محمد كلها يا رب. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة بقى الجمعة، وحبيت بقى اعمل لكم كده حاجة كده حلوة وجميلة في الساعة الجميلة اللي احنا فيها ده. عاملين ايه في الساعة الفظيعة دي؟ اعمل لكم بقى صينيه حجازيه كده اسكندراني على اصولها. هقول لكم بقى على السر ايه ازاي تعملوها حجازيه كده اسكندراني على اصولها. طبعا لما جيت اطلعها طبعا في الاول كانت سخنه مولعه، فما طلعتش معايا حلو، فسبتها لما بردت. بصوا ما شاء الله، يعني هي جميله، وهقول لكم طبعا على كل اسرارها عشان تعملوا الحجازيه الاسكندراني. بجد جميله وحلوه قوي حكايه يعني، وسهلة وبسيطة خالص وجميلة وهتعجبك ونتيجتها حلوة. وبعد كده متأكدة انك هتعمليها دايما من كتر حلاوتها، لانها بجد هتعجبك انتي والعيال قوي. حاجة كده جميلة، مدية ميكس من يعني طعم البسبوسة، مدية ميكس من طعم كده انت بتاكلي حاجة مقرمشة، وفي نفس الوقت بتدوب في بقك بسهولة جدا. يعني هي مقرمشة وبتدوب في البق. وبصوا الحشوة بتاعتها خطيرة. طبعا هقولك على كل الأسرار وازاي تعملي الحشوة بالشكل الجميل ده وبالمنظر ده. طبعا هي بسيطة ومقاديرها يعني بسيطة وموجودة في كل بيت، وهتعمليها ان شاء الله وهتعجبك قوي قوي. وطبعا هتكتبي لي في تعليقات وتقولي لي انك جربتيها وعجبتك جدا جدا. طبعا الحجازيه دي الاسكندراني طبعا على اصولها بقى، هقولك على كل اسرارها وكل حاجه فيها عشان تعمليها. حتى لو اول مره بتعملي الحجازيه الاسكندراني هتعمليها حلوه قوي بجد. يعني طعمها بصي مقرمشه وفي نفس الوقت بتدوب في البق، عامله زي الكحك كده. هي اول ما بتطلع من الفرن بتبقى طريه جدا، بس ما بتبرد بتبقى مقرمشه. بس هي جميله، لو انت حابه تاكليها سخنه كليها، حابه لما تسيبيها تبرد سيبيها. وشايفه لونها وشكلها يعني بيتكلم عن نفسه. تعالوا بقى ايه نشوف الطريقه. زي ما انتوا بقى شايفين كده، معايا كوز كده او شفشه يعني، ايا كان بس تكون حاجه واسعه، ونص كوبايه من السكر، المج اللي هو موجود في كل بيت نص مج من السكر. ومعايا بقى ميه مغليه كده في البراد كده غليتها. خدت ربع مج كده من الميه، واكمل الربع التاني من الميه من حنفيه. ميه عادي من ازازه ممليه من حنفيه، مفيهاش اي حاجه يعني. عشان ما ينفعش طبعا الخميره، لان طبعا الحجازيه بتتعمل بالخميره. فطبعا لو احنا حطينا كله ميه سخنه طبعا الخميره هنبوظها معانا، مفعول الخميره هيبوظ. لازم الخميره بتتحط على ميه دافيه. لو الجو حر وانتي عاملاها في الحر، يبقى خلاص اعمليها بميه ساقعه عادي. بس عشان الجو ساقع انا عاملاها بميه دافيه. طبعا كيس الخميره ده عبر معايا معلقه كبيره من الخميره. يعني الكيس الخميره معلقه كبيره من الخميره، يعني انت هتجيبي كيس خميره، لو ما عندكيش هتجيبي كيس خميره وتحطيه كله. بس برضو انا حبيت اعبر واشوفه برضو هيبقى معلقه او ازيد، عشان لو ازيد مش هحطه طبعا كله. هي طبعا المقادير دي محتاجه معلقه كبيره من الخميره. طبعا حطيت نص كوبايه من الميه الدافيه الفطريه، ومعايا نص مج من السكر موجود في كل بيت. طبعا نفس الكوبايه بتعبري بيها كل المقادير عشان المقادير تطلع معاكي مظبوطه. وحطينا بقى كيس الخميره وقلبناه كده كويس، وهنسيبه على جنب لحد ما نشوف بقى هنعمل ايه في الحجازيه، العجينه بتاعت الحجازيه. اول حاجه كده عندي بقى ايه منخل كده. عندي كده مجين من الدقيق الابيض، اللي هو اي دقيق عادي يعني اللي انت بتستخدميه وترتاحي عليه استخدمي اي نوع دقيق يكون كويس، انت مستخدماه ومرتاحه عليه استخدميه. يعني دقيق متعدد الاغراض، يعني دي اي نوع دقيق انت مرتاحه عليه وبتستخدميه وكويس معاكي استخدميه. طبعا معايا طبعا رشه ما تنسوهاش، طبعا دي سنه على الرسول عليها افضل الصلاه والسلام. دي رشه الملح طبعا نحطها طبعا على الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلبها كده بالمعلقه. وبعد كده ننخله عشان طبعا نبقى ضامنين ان الدقيق بتاعنا منخوله كويس زي ما انتوا شايفين طبعا كده. طبعا ما بقى اني وصلنا لحد هنا يا امارات يا حلوين، اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا جزاكم الله خير يا رب كده مساعدتكم ليا دي. وطبعا الناس اللي بتعرفش تشترك في القناه، هو اشتراك القناه سهل جدا وبسيط، بتدوسي على الجرس مره، ومره كمان هيظهر لك كلمه الكل هتدوسي عليها، يبقى انت كده مشتركه في قناتي. طبعا معايا اهي كوبايتين من سميد البسبوسه، يعني كوبايتين من الدقيق الابيض وكوبايتين من سميد البسبوسه. السميد البسبوسه ده ما تجيبيش اكياس، السميد البسبوسه اللي هو السايب عند العطارين بتلاقيه موجود، لان الكياس مش حلوه فيها دقيق وفيها حاجات كتير وفيها اضافات. اما الدقيق البسبوسه السايب بيبقاش عليه اضافات خالص. فهتجيبي كده مجين من سميد البسبوسه نفس المج اللي انا عايرتي بيه دي عايرتي بيه سميد البسبوسه. اهم حاجه تعايري المقادير كلها بنفس المج عشان المقادير تطلع معاكي مظبوطه وما تختلش معاكي. زي ما انت شايفه طبعا بعد ما حطيت السميد البسبوسه مع الدقيق الابيض قلبته كويس جدا جدا.
زي ما أنتِ شايفة كده، ومعايا بقى كوباية من السمنة كده نفس المَج اللي إحنا عايرنا بيه. المَج السمنة طبعًا سيّحته على النار كده عشان طبعًا إيه، كانت متجمدة من السقعة. بس طبعًا عبّرت مَج طبعًا كان المَج كده واخد مساحة في المَج، بعد ما سيّحته لقيت نفسي محتاجة سمنة تاني، فقُلت خلاص مش هاسيّح، فقُمت كمّلت الكوباية بقى، وطبعًا كانت السمنة يعني دافية فساحت إيه، شوية. وطبعًا لمّا بتيجي تسيّحي السمنة ما بتسيّحيهاش تمامًا، بتخلّي فيها برضه نسبة يعني ما تكونش بتقدح، وكمان ما تسخّنيهاش أوي، سيبي فيها حتّة سمنة واطفي عليها. إحنا مش عايزينها سمنة سايحة خالص، ومش عايزينها سخنة، ولو سخنت منِّك بالغلط يعني حطيها لمّا تبرد. زي ما أنتِ شايفة كده بعد كده نزلت كوباية السمنة على السميد اللي إحنا عملناه مع بعض والدقيق، وإيه أفضل أفرُك فيه كده، أبِسّه يعني زي ما كإنِّك بتبِسّي كده، وأبِس كده لحد ما إيه، أبِس كمية يعني ما اخلّيش كده مكان مش مبسوس، أبِسّه كلّه بالسمنة، أدخّل فيه السمنة، زي ما أنتِ شايفة كده. يعني الحجازية دي الإسكندراني من أسهل ما يكون وجميلة جدًا وحلوة أوي. زي ما أنتِ شايفة بقى الخميرة بعد ما سِبناها كده إيه، عقبال ما عملنا كده حضّرنا الحاجة وسِبناها كده شوية جنبنا. زي ما أنتِ شايفة طبعًا فضّيتها كده كلّها، طبعًا كان في سُكّر طبعًا راقد في القعر ما قلّبناهوش طبعًا كويس، فطبعًا خسارة مش هنرميه. زي ما أنتِ شايفة كده، قُمت فضّيته بإيديّا كويس كده، وكمان طبعًا ده من المقدار عشان مش عايزين نهدّر حاجة، ونزلنا طبعًا بالخميرة والسُكّر والمَيّة على الخميرة اللي إحنا عملناها مع بعض يعني، على العجينة اللي إحنا بنعملها مع بعض، ونعجن كويس. مش عجن يعني اللي هو يا دوب تلمّي كده بإيديكِ يعني زي ما أنتِ شايفة كده، مش باعجن، بس يا دوب بالِمّه، بالِم كده المكونات مع بعضها تختلط. وطبعًا في المرحلة دي لمّا تقعدي تلمّي ولا لقيتيها ناشفة معاكِ أوي محتاجة زوّديها معلقتين مَيّة، لحد ما توصلي للقوام اللي أنتِ عايزاه. طبعًا يبقى قوام ما يكونش ناشف أوي، إحنا عايزين قوام يبقى طري، لإنها لمّا بنسيبها تخمر بتنشف جدًا، جدًا، لإن سميد البسبوسة يا جماعة من الحاجات اللي بيشرب سوايل بطريقة مش قادرة أقول لِك فظيعة. فطبعًا هو القوام ده كويس وهاوريكِ إزاي أنتِ تعرفي. طبعًا أنا ممكن دقيق عندي خلاص مش محتاجة، أنتِ ممكن دقيق ممكن تحتاجي تزوّدي مَيّة تاني، فأنا دقيقي ما احتاجش خلاص. فبُصّي لمّا أنا أعرف إمتى اللي هو خلاص ما بقيتش محتاجة اللي أنا أحط مَيّة تاني، اللي أنا بُصّوا مسكت العجينة كده فردتها بتتفرد معايا ما بتشقّقش، طرية، بس مش طرية الطريان اللي هي سايحة، لأ طرية ماسكة نفسها بس طرية، وبتتفرد معايا بسهولة. طبعًا هاغطّيها واسيبها كده تخمر نُص ساعة، ساعة، أنا بصراحة سِبتها ساعة عقبال ما عملت الأكل كده واتغدينا. وبعد ساعة أهو تعالوا نعمل بقى الحشوة، يعني أنا ما عملتش الحشوة دي غير لمّا العجينة بتاعة دي اللي هي العجينة اللي إحنا عملناها مع بعض خمرت. طبعًا هي ما بتتضاعفش، هي بتفضل نفس الشكل، بس طبعًا لازم نسيبها لمدة ساعة أو نُص ساعة لازم. زي ما أنتِ شايفة كده، طبعًا ممكن تسيبيها نُص ساعة مش هيحصل أي حاجة، بس أنا يعني كنت أنا باعمل أكل فقُمت سِبتها يعني. طبعًا معايا بقى كوباية ونُص من دقيق بسبوسة، اللي هو الدقيق اللي إحنا حطيناه منه، دقيق بسبوسة ما عليهوش أي إضافات، دقيق بسبوسة سايب. ومعايا بقى مَج برضه من السكر نفس المَج اللي إحنا عايرنا بيه السكر، مَج من السكر، ومعايا معلقتين صغيرين من القرفة. زي ما أنتِ شايفة دي الحشوة بتاعة الحجازية. طبعًا ما عملتش الحشوة دي غير لمّا أنا خلاص العجينة بتاعة الحجازية خمرت. ومعايا بقى معلقتين مليانين كده من الكاكاو، كاكاو بقى غامق، كاكاو محلى، فاتح، اللي أنتِ حاباه، بس هو الغامق يعني بيدّيكِ لون إيه حلو. زي ما أنتِ شايفة كده، هو ما كانش غامق برضه أوي يعني. زي ما أنتِ شايفة طبعًا قلّبته، طبعًا إحنا ليه بنحطش كل الكمية قرفة، لإن طبعًا هتبقى طبعًا فيها يعني طعم القرفة أو ممكن تمرّر. فأنا يعني دخّلت معلقتين من القرفة صغيّرين وكمّلت بالكاكاو عشان يدّيني اللون، يبقى اللون كده حلو مضبوط أوي. طبعًا تقدري طبعًا لو أنتِ مش هامِّك يعني اللون ممكن تخلّي بقى تكتفي بالقرفة، بس هي بصراحة الكاكاو مع القرفة بيدّي طعم حلو أوي، ميكس كده جميل طبعًا. ومعايا بقى 3 معالق كبار مليانين مسيحين كده من السمنة، سمنة متسيّحة، 3 معالق كبار من السمنة المتسيّحة. وهاقلّب كده وافضل ادعك يعني امشي بضهر المعلقة كده وادعك بضهر المعلقة، اقلّب وادعك بضهر المعلقة، عشان كده ادخّل يعني بُصّوا يعني أطرّي كده اخلّيها حاجة رملية كده. أدخّل الحشوة دي أدخّل لها يعني ما اخلّيش مكان ما فيهوش سمنة. وبرضه طبعًا هنزوّد بالمَيّة، لإن طبعًا مش هتكتفي برضه، إحنا عايزينها لونها يبقى رملي كده، تبقى عاملة زي الرملي بس بتمسك برضه نفسها بسهولة. إحنا طبعًا لسه ما وصلناش لده. فطبعًا جِبت كده حبّة مَيّة من الحنفية عادي خالص، وآخد كده معلقتين بمعلقتين مَيّة لحد ما اوصل للمنظر اللي أنتم هتشوفوه إن شاء الله.
هي جميلة الحجازية وما بتاخدش يعني مقادير ومش صعبة، وما فيهاش أي مقادير خالص صعبة ومش موجودة عندِك. طبعًا عايزة تضيفي لها بقى زبيب، جوز الهند في الحشوة دي تقدري، بس هي الوصفة الأساسية بتاعة الحجازية هي الحشوة دي. بس لو أنتِ حابة تضيفي إضافات تانية اللي أنتِ تحبيه طبعًا، ده يرجع لذوقِك. طبعًا زوّدت معلقتين من المَيّة كمان لإني لقيتها برضه لسه. طبعًا أنا عايزة يعني توصل للشكل اللي أنتم هتشوفوه بإذن الله. زي ما أنتم شايفين باقلّب وبادعك بضهر المعلقة، باقلّب وبادعك بضهر المعلقة، بحيث اللي أنا يعني أدخّل كده إيه، أبِث الحشوة كويس، اللي أنا أدخّل كل كده أخلّيها كده رملية، بس رملة مبلولة. هتشوفوها دلوقتي وتعرفوا إيه اللي باقول لكم عليه. طبعًا أنا هاقول لِك على مقدار المَيّة اللي أنا استخدمته، بس برضه يعني حسب كل نوع ونوع بيفرق. زي ما أنتم شايفين حطيت معلقتين من المَيّة كمان، يعني يعتبر استخدمت 6 معالق من المَيّة. زي ما أنتِ شايفة، و3 معالق كبار من السمنة المتسيحة أو الزبدة اللي أنتِ حاباه طبعًا. هي طبعًا كل ما بتحطّي لها طبعًا حاجة طبعًا زبدة طبعًا بتبقى أجمل طبعًا. بس والله كانت بالسمنة، أنا الصراحة باحب أستخدم سمنة جنة، بجد بتبقى تطعيمتها حلوة. زي ما أنتم شايفين هو ده القوام اللي أنا باقول لكم عليه، تحسّي كده رملة مبلولة، بس هي مش معجنة، هي يعني بتمسك، بس بتمسكش جامد أوي. هو ده القوام اللي إحنا عايزينه، حتى هتحسّي كده اللون اتغيّر وبقى بدل ما كان فاتح بقى أغمق. طبعًا هي بعد ساعة بُصّوا طبعًا نشفت جدًا. عشان كده باقول لِك لازم تخلّيها عجينة ما تكونش ناشفة، تكون لينة، عشان لمّا بتقعد ساعة وتخمر أو نُص ساعة. طبعًا الدقيق بسبوسة من الحاجات، أو دقيق السمونيلا من الحاجات اللي بتشرب سوائل جامد أوي، فعشان كده بُصّي أمّا قعدت نشفت. طبعًا أنا قسّمت العجينة على جزئين عشان أعمل نُص تحت ونُص فوق، وعلى كيستين نايلون كده أو ورق زبدة اللي موجود عندِك اشتغلي بيه مش هيقول لِك لأ. وزي ما أنتِ شايفة كده هامسك بقى أعملها كده على شكل مدوّر، زي ما أنتِ شايفة كده، عشان إيه، أحطها في الصينية من تحت. دي بقى اللي هي الناحية بتاعة قاعدة الصينية من تحت. والحجازية دي من الحاجات الجميلة، هي طبعًا ناشفة شوية بتبقى قاسية معاكِ، بس ما تقلقيش، بتطلع ما تخافيش هي تبقى قاسية كده، تبقى بالعكس جميلة، جميلة، جميلة. جرّبيها واتكلي على الله بجد عن تجربة. وطبعًا أنا والله ما باعملش يعني أي وصفة ما انزّلهاش غير أمّا والله تكون مجرّباها وتكون حلوة جدًا، لو مش حلوة مش هانزّلها لكم. زي ما أنتم شايفين طبعًا أنا إيدي طبعًا حسّاسة عن البطاطا أو الفرّادة، لإن طبعًا إيدي بتحس لو في مطَب مثلًا ناحية عالية أو ناحية واطية، إيدي بتحس بيها. فطبعًا لو حاسة إيدي بتحس، لو في ناحية عالية أنا بافردها كده بإيدي وباحس بيها. طبعًا باحاول بقدر الإمكان إن أنا أفردها بشكل مدوّر. هي طبعًا ما تقلقوش من التشققات دي، كده لمّا نيجي نحطها في الصينية هنضبّطها بإيدينا ما فيش أي مشكلة. بس طبعًا لمّا نيجي نحطها في الصينية وهي عجينة كده كبيرة هتتعبنا جدًا. أمّا إحنا بنفردها شوية عشان أمّا نيجي نحطها في الصينية ما يبقاش في مجهود ولا تعب جامد يعني. طبعًا ممكن لو أنتِ هتحطيها في الصينية، ممكن تحطي كده فوقيها ضهر الصينية كده وتقومي قايسة، وتشوفي كده أنتِ وصلتِ للطول اللي أنتِ عايزاه، خلاص تكتفي وخلاص تحطيها في الصينية، زي ما أنتِ شايفة كده. بُصّي باحاول كده إن أنا أفرد بإيديّا لو في أي حاجة بافردها كده أو أي تكتلات، وباحاول أخلّي إيه، مستقيم السطح بتاعها كلّه يبقى إيه، يعني اتجاه واحد، ما يكونش ناحية عالية وناحية واطية. زي ما أنتِ شايفة كده. طبعًا الفرافير دي يعني ما تقلقيش خالص، إحنا بنلملمها وما بنرميش أي حاجة خالص، هتشوفي بعينيكِ دلوقتي لمّا نيجي نحطها في الصينية. بُصّوا أي يعني كده حاجات بالاقيها واقعة كده باقوم عاملاها. طبعًا معايا معلقة كبيرة من السمنة متسيّحة كده، طبعًا عشان السمنة في الشتا بتبقى متجمدة أوي. يعني بُصّوا مجرد ما أنا دهنتها مسكت في الصينية تاني، الصينية كانت ساقعة. زي ما أنتم شايفين طبعًا دهنت الصينية كده بالفرشة، دهنتها كده كلّها مادة دهنية من السمنة، يا إما زبدة اللي أنتِ حاباه، بس بالزيت يعني، الزيت مش مُحبّ خالص في دهن الصواني. زي ما أنتِ شايفة طبعًا فضّيتها في قلب الصينية كده، مسكتها كده وفضّيتها، خلّيت الكيس هو اللي من فوق عشان أعرف أقلبها. طبعًا الفرافيت اللي وقعت دي ما تقلقيش هنضبّطها مع بعض، طبعًا هي مش جاية على قد الصينية بالضبط، إحنا هنفرد فيها وهنضبّطها بإيدينا بقى. وما تقلقيش في المرحلة دي بتبقى سهلة وبسيطة خالص، وطريقة تعديلها بسيطة ما بتاخدش أي وقت ولا مجهود معاكِ خالص، وبسهولة هتكوني فرداها. يعني الموضوع مش صعب في المرحلة دي خالص. طبعًا أنا فصلت الفيديو بس دقيقتين، ضبّطتها ورجعت لكم. زي ما أنتِ شايفة كده، ما حطيتش أي حاجة والله، هي اللي قعدت أضبّط وأفرد فيها لحد ما ضبّطتها وإيه، وزوّدت شوية الأطرف شوية عشان لمّا آجي أحط الحشو ما تطلعش منها، فعلّيت شوية سوري، علّيت شوية الحيطة بتاعة الحجازية بحيث اللي أنا الحيطة تكون عالية بحيث الحشو ما تطلعش برّه. طبعًا الحشوة دي يبقى زي ما أنتم شايفين هنحط بقى الحشو وبعد كده نحط النُص التاني، هنفرده ونحطه فوقيه، يا إما ممكن تفردي الناحيتين وبعد كده تحطي الحشو.
يعني تفردي الناحيتين، تركني ناحيه وتحطي، وبعد كده تحطي الحشوه الناحيه التانيه انت فردها تقومي حطاها على طول. بس انا بصراحه في المرحله دي كنتش لسه فردت الناحيه التانيه، فقمت كده حطيت الحشوه وركنت كده على جنب لحد ما عملت الناحيه التانيه، فعملتها وفردتها اهي. وطبعا حطيت الصينيه فوق العجينه كده وشفت على قدها ولا مش على قدها، عشان طبعا اللي فوق دي تبقى صعبه شويه ان انا اقعد اظبط فيها مش زي اللي تحت. إيه زي ما انت شايفه طبعا. ممكن طبعا تعمليها في صينيه مربعه، حابه تعمليها في صينيه مربعه، حابه تعمليها في مدوره زي تعمليها اللي انت حباه زي ما انت شايفه كده. وهنجيب بقى اي اطرف من العجينه كده ونقوم كده حطنا، ما تقلقيش ولا اي حاجه، ما تقلقيش خالص في المرحله دي. يعني بصي انت بتظبطيها بايديك، هي بتبقاش يعني العجينه صعبه في المرحله دي، بتبقاش صعبه خالص. هي ممكن بس مرحله الفرد شويه بتبقى ناشفه وقاسيه قوي، بس ما تقلقيش، واحده واحده هتلاقيها بقت معاكي حلوه جدا. بصي هتظبطي كده اي مثلا فرفته كده، هتدخليها في الحتت اللي هي الفاضيه وتدخليها فيها وتدوسي عليها بايديك، وما تقلقيش في المرحله دي خالص. افردي كده، واي كده فرفته هتطلع لك صغيره مثلا ناحيه فيها زياده خديها في الناحيه اللي هي مثلا فيها حته ناقصه وحطيها فيها وافرديها كده بايديكي، ومفيش اي مشكله، وظبطي كده بايديكي. لو في اي حته مشققه مثلا عادي دوسي عليها وظبطيها كده بايديك هتبقى زي الفل. ما تقلقيش، ودوسي كده عليها كويس وظبطيها، وما تخافيش خالص في المرحله دي. هي سهله يعني، الحجازيه دي من الحاجات البسيطه وسهله، بس بجد نتيجتها بجد هايله قوي، هتعجبك قوي. من الحاجات الشتويه الحلوه وجميله وبتدفي كده البيت، وريحتها بجد بتبقى قلب ريحه البيت. يعني بجد يا ريتني كنت يا ريت بجد الاقي حاجه توصل لكم الريحه الجميله بشوكه بقى كده، واقوم لايفه يعني سوري، لفه كده داير مديور كده على الصينيه بالشوكه لحد كده، معلم كده داير مديور كده على الصينيه كلها بالشوكه. بصوا شايفين المنظر حلو قوي. وبعد كده بقى بالطول كده زي ما انتم شايفين، ادي كده منظر حلو يعني. ده بيدي منظر حلو قوي للحجازيه، بتبقي كده منظر الحجازيه كده بتعظمي شكلها. دي طبعا الحجازيه الاسكندراني على اصولها. طبعا الحجازيه الاسكندراني على اصولها يا جماعه متحطلهاش عسل، هي اصلا العجينه فيها سكر والحشوه فيها سكر، فاحنا مش محتاجين نحط لها سكر تاني. وطبعا قبل ما بتسويها بتقطعيها كده، قطعناها كده من النص بالظبط، ومن من النص من هنا بالظبط كده، قطعناها كده 4 ارباع. هقطعها معاكم شكل حلو قوي على شكل نجمه. شكل كده حلو قوي بجد، هيعجبكم قوي بجد. جربوا التقطيعه دي هتعجبكم قوي، سهله خالص وما فيهاش اي صعوبه خالص. بجد جربيها هتعجبك قوي التقطيعه دي، وتقومي جايبه كده من عند المثلث، من اول المثلث لاول المثلث لحد الاخر. زي ما انت شايفه كده، هي سهله وبسيطه خالص التقطيعه دي. معلش حصل حاجه في التصوير، الموبايل فصل فعلي حطولي على الشاحن، معلش. طبعا عاوزه ما تشوفي، بصي بتقطعي مثلث وبعد كده بتجيبي من عند المثلث ده وتقومي قطعه كده، سهله وبسيطه خالص. وبعد كده تقومي نص البتاعه دي تقومي قسمها بالنص كده على 2 بس بلوحه، ودي برضو تقومي قسمها على 2 كده، سهله وبسيطه خالص، تديكي بقى منظر اللي انت شايفاه الحلو ده. طبعا حابه تقطعيها يعني تربيعها مش هيحصل حاجه يعني، بس انا حبيت اقطع لك بمنظر جميل. انت حابه تقطعيها بمنظر حلو قطعيها، مش حابه خلاص قطعيها يعني مربعات عادي زي ما احنا بنقطع عادي. وهتغطيها بقى لمده ربع ساعه كده. طبعا هشغل الفرن عبال ما تكون خمرت كده لمده ربع ساعه. لازم تسيبيها ربع ساعه ما تخلصيها، ما ينفعش تخبزيها على طول. طبعا بعد ربع ساعه اهي كنت طبعا مشغله الفرن طبعا قبليها عشان يبقى سخن قوي. طبعا على الرف التاني من الفرن، طبعا على الرف التاني من الفرن، درجه الحراره على 200. لو عندك الفرن بيشتغل من تحت وفوق شغليه، ما بيشتغلش من تحت وفوق شغليه خلاص من تحت الاول، سويه او من الاطراف تتحول للون اللي انت شفتيه ده. اطفي على الفرن من تحت وشغلي عليها الشوايه، يبقى هي كده تمام او خدت اللون اللي احنا عايزينه. وطبعا من حين لحين تدوري طبعا الصينيه عشان ما تاخدش الناحيه، تلاقي الناحيه فيها لون وناحيه ما خدتش اللون واتحرقت. فطبعا خلي بالك برضو من الحته دي كويس او في التسويه. طبعا بص زي ما انت شايفه طالعه طريه جدا، هي اما تكون طالعه من الفرن وهي سخنه كده بتبقى طريه جدا جدا جدا، بس لما بتبرد بتنشف بتبقى مقرمشه. بتيجي تاكليها بتبقى مقرمشه، بس في نفس الوقت بتدوب في البق وبتبقى جميله قوي. بجد جربيها. طبعا الحجازيه الاسكندراني يا جماعه ما بيتحطلهاش عسل، هي كده كده العجينه نفسها فيها سكر والحشوه فيها سكر، فهي مسكره. السكر بتاعها متعادل جدا ومظبوط جدا، ما بتجزعش النفس، وحلوه قوي. طبعا هي سخنه مولعه في المرحله دي، وانا طبعا حبيت اطلع حته اوريها لكم، بس في المرحله دي كانت سخنه قوي والخرطه ما طلعتش بخرطتها، سبتها كده 10 دقايق لما بردت. وبعد 10 دقايق تعالوا ما نطلع كده، طبعا بردت في المرحله دي، كانت بردت وبقت مقرمشه.
زي ما أنتم شايفين طبعًا جميلة أوي يعني الحاجة دي يا جماعة، بالحاجات اللي هي الحلوة أوي، وطعمها بجد حلو، بجد جربوها هتدعوا لي، وطبعًا تعليقاتكم الحلوة والله اللي دايمًا بتسعدني. بجد جربوها عن تجربة، هي جميلة، جميلة، وما فيش حاجة أنا بانزّلها غير أمّا أكون متأكدة إن هي كويسة جدًا وحلوة جدًا. زي ما أنتم بقى شايفين كده شكلها يعني يفتح النِفس، بجد يعني بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة يعني أقول لكم حاجات كتير أوي عليها. إيه الشكل والحشوة والطعم كل حاجة والريحة، غير بقى ريحتها في البيت بتبقى ريحتها قلب البيت يا جماعة والله، وبتدفي البيت وبتدي ريحة كده فظيعة في قلب البيت. من الحاجات الشتوية الحلوة أوي، وحاجات كده اسكندراني جميلة، بجد جربوها هتعجبكم أوي. وطبعًا تعليقاتكم الحلوة اللي دايمًا فعلًا، فعلًا بتسعدني. زي ما أنتم شايفين طبعًا في المرحلة دي كانتش لسه يعني بردت أوي، فكانت يعني إيه طرية سِنّة. أمّا لمّا بتبرد خالص يعني ما تخافيش اللي هي بقت ناشفة، هي مش ناشفة هي مقرمشة، بس بتدوب في البُق، بتبقى عاملة زي الكحكة كده، بتدوب في البُق بسهولة، بس جميلة بجد لازم تجربوها يا أمارات يا حلوين والله. زي ما أنتم بقى شايفين كده ما شاء الله تبارك الله، طعمها وريحتها وهي كل حاجة جميلة وطعمها مضبوط ما بتجزعش النِفس، هي حلوة وشايفين بُصّوا لونها جميل، جميل. طبعًا زي ما أنتم شايفين طبعًا، طبعًا لازم قبل ما تخبزوها زي ما قُلت لكم ربع ساعة.